بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. احنا معانا كيلو دقيق على كيلو دقيق وربع كيلو سميد. وهنحط كمان كوباية سكر بودرة ناعمة. وهنحط دلوقتي المقادير هتشوفوها معانا. هنحط كوب من السكر برضو اهو. وهنحط ريحة دقة كعك. اللهم صل على سيدنا محمد. وحطينا عليهم نص كيلو سمنة، ربع كيلو سمنة والربع التاني زيت. حطينهم على النار بس يتقدحوا. وهنحط كمان هاي معلقة ونص من دقة الكعك زي ما انتم شايفين اهي. ايه برضو ايه حبة قرفة، حبة قرفة يعني زي ايه ربع معلقة شاي قرفة. القرفة حلوة وجميلة وريحتها حلوة. وحطينا على الدقيق برضو ايه ذرة ملح. هنحط هنا ايه اللهم صل على سيدنا محمد باكيتين باكنج باودر. هنحط 3 باكنج باودر عشان ايه البواكي هنا عندنا صغيره. هي من في بواكي تبقى كبيره عن كده شويه، فاحنا ايه هنحط 3 بواكي وبس تقدح السمنه. وهنحط برضو 3 فانيليا وبس تقدح السمنه هوريكم. معانا هنا هنحط 3 معالق سمسم. حطينا كده 3 معالق سمسم. هم 3 معالق سمسم. ومعانا نص كوبايه حليب بودره. لو عندك حليب سائل بتعجني بيه. انا حطيت بودره عشان هعجن بميه اهو شايفين. هنقلبهم كلهم مع بعض. وهجيب السمنه دلوقتي اوريها لكم اللي من ربع كيلو سمنه وربع كيلو زيت. يطلع ايه ما شاء الله حاجه حلوه. دلوقتي هينا سخنا الإيدام بتاعه والسمنه مع الزيت. مش يعني مقدوحه قوي، يا دوبك ايه سخناها. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلبه بس مع بعض. احنا عشان عايزينه قراقيش حطينا زيت، نص سمنه ونص زيت. ربع كيلو زيت ربع كيلو سمنه. حطي بقى فيها ميه كده وخليها تسخن عشان اعجن بيه، ما تسخنش قوي. احنا حطينا اهي شايفين ما شاء الله. هبسها. انتوا عارفين كلكم البس طبعا. لغايه ما يعني كله يتشرف في بعض وتتبس. المهم اهم حاجه البس يعني. هنبسها واوريكم يعني كيف هتتبس. شايفين اتبست وبقت ايه تمام خالص. بقت حاجه حلوه. دلوقتي هنحط هنعجنها. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي انتوا شايفينها بقى طريه. دلوقتي هتشوفوها ازاي بقى. تشرب ميه على طول. شايفين ما شاء الله. ومش هنحط لها لا عجوه ولا هنحشيها ولا حاجه. هنعملها كده زي المنين قراقيش. هي قراقيش يعني نعملها نشربها ناكلها مع الشاي. مع الشاي مع النسكافيه مع الكابتشينو ان شاء الله اي حاجه. ان شاء الله عصير.
حلو مع الفطار الصبح كمان. احنا دلوقتي هينا عجناها. صلاة النبي، شايفين ما شاء الله العجينة حلوة كتير. بس نخليها ترتاح 10 دقايق وهنشتغل فيها. ما شاء الله عليها زي الفل. هي دلوقتي احنا خليناها تتريح شوية. هنقطع ايه بس 3 وحدات وبعدين نقطع تاني عشان ايه تبقى ايه ما تعملش مننا، يعني تشد مننا. هاي شايفين، هاي واحدة ما شاء الله. انا كان عندي قطاعة دورت عليها يا جماعة ما لقيتهاش، معلش كنت اوريكم المنظر الحلو. انا هوريكم بس دي ازاي هنقطعهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقطع زي كده اهو. هنقطعهم كلهم زي كده. ممكن نقص دي كده ودي كده. هنعمل زي كده ان شاء الله. وهنرص زي ما انتم شايفين، هنرصه كده وهنرصه. ولما نيجي نخبزه ان شاء الله بوريكم القراقيش الحلوه، العسل اللي بس تستاهل بقكم. شايفين دلوقتي احنا طلعنا القراقيش محلاها ما شاء الله. شايفين محلاها حلوة كتير اهي. انا هكسر لكم كمان واحدة اهي. شايفين ما شاء الله ناعمة وطرية وحلوة اهي. قراقيش بتجنن، حلوة مع الشاي، حمرة وحلوة اهي زي ما انتم شايفين. والله العظيم حلوة وطعمها والله العظيم تحفة يا رب. ان شاء الله تكون عجبتكم، ان شاء الله تكون عجبتكم يا رب. وهي كمان عملنا شوية كعكة كمان بالقالب منها اهو. كعك محلاه اهو، كعك بيجنن كمان زيه من نفس العجينة. يعني حاجة تحفة حلو وناعم وحلو والله العظيم، حاجة حلوة خالص اهو. شايفين ان شاء الله يا رب. حطيت عليه سكر ناعم كمان. ان شاء الله يا رب يكون عجبكم. تحطوا له لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.